أهلا بيكم معايا. أنا أسماء وبودكاست وفرشير، ودي تكملة لرحلتنا سوا. أوقات كتير بنقابل حاجات في حياتنا بيكون صعب علينا نتقبلها، يمكن لأننا كنا مستنيين حاجة مختلفة، أو يمكن علشان الحياة ما مهدت لناش الطريق ليها، أو يمكن علشان كنا مجبرين عليها من البداية. موضوعنا النهاردة عن التقبل، وسؤالنا المرة دي: ليه بنحس إن التقبل صعب أوقات؟ طيب سؤال تاني، بتحاول تغير كل حاجة؟ خلال حياتي كان في حاجات كتير مش متقبلاها، لكن الغريب إني ما كنتش مدركة ده أصلا، ورغم كده كنت دايما في حركة مستمرة للتغيير. كل حاجة تقريبا كنت عايزاها تبقى مختلفة، عكس الواقع، عكس اللي موجود فعلا. ويمكن ما كنتش فاهمة وقتها إن محاولتي المستمرة للتغيير كانت جاية من عدم تقبل. والحقيقة إني ما أدركتش ده غير لما بدأت أتعب من الحركة المستمرة، ومن محاولتي إني أصلح أو أغير كل حاجة جوايا أو حواليا طول الوقت. وفجأة اكتشفت فكرة جديدة عليا: طيب إيه اللي ممكن يحصل لو حاولت أتقبل بدل ما أغير؟ الفكرة الجديدة دي في البداية كانت محتاجة مجهود، محاولات محاولات إني أعلم نفسي إزاي أتقبل. وبعد شوية وقت وتجارب كتير، ويمكن شوية مساعدة خارجية، قدرت أبدأ رحلة التقبل فعلا. في البداية كنت بحاول أتقبل الحاجات الخارجة عن إرادتي، زي ردود فعل الطرف التاني، اختياراته، أو حتى رأيه فيا. وأوقات حاجات أبسط بكتير، زي مشكلة صغيرة تقابلني في طريقي للشغل الصبح وتغير مود يوم كامل، أو يوم طويل مرهق مليان أحداث مش لطيفة من غير ما أقدر أغير أي حاجة فيه، أو خبر مفاجئ يغير كل خططي في لحظة. ويمكن وقتها بدأت أفهم إن جزء كبير من تعبنا مش بيكون من الأحداث نفسها قد ما بيكون من مقاومتنا المستمرة ليها. وبعد شوية وقت من محاولاتي اكتشفت إن في ليفل أعلى من التقبل، ومحتاج مجهود أكبر. تقبل اللي جوايا، كل حاجة جوا نفسي تقريبا، زي غضبي أوقات اللي عمري ما قدرت أتقبله وحاسبت نفسي كتير عليه، أو إني مش كاملة ومش هقدر أكون في يوم إنسانة كاملة لأن دي مش طبيعة البشر، أو الماضي اللي لسه عايش جوايا بكل آلام، أو إحساسي تجاه شخص ما سواء بالسلب أو الإيجاب اللي مش بقدر أغيره بسهولة. وقتها كان صعب عليا أتقبل كل ده، وكان جوايا أسئلة كتير، زي إزاي أتقبل إني أوقات بتصرف بشكل غلط، أو بحس إحساس مش مقبول بالنسبة لي على الأقل. لكن اللي اكتشفته إن رفضي المستمر لكل اللي بيدور جوايا حتى لو مش صح كان بيخليه يكبر أكتر. لكن لما بدأت أتقبل ضعفي، أخطائي، غضبي، وإني مش كاملة، بدأت أهدى، وبدأت أتحكم أكتر في الحاجات اللي مش عجباني جوا نفسي. وبالتدريج بدأت تقل وتتحسن، بس لأني تقبلت. التقبل مش استسلام، ومش إنك تحب الوجع، ومش إنك تقتنع بالغلط، ولا إنك تستحمل الأذى. التقبل يمكن بس إنك تشوف الحقيقة زي ما هي، من غير مقاومة مستمرة بتستهلكك أكتر كل يوم. إنك تبطل تحارب كل حاجة حواليك، والأهم كل حاجة جواك. وقتها بس هتهدى وتبدأ تشوف أوضح وتفهم أكتر. ويمكن وقتها يتولد جواك وعي يخليك تفرق بين اللي تقدر تغيره فعلا وبين اللي محتاج يفضل زي ما هو. التقبل رحلة طويلة بنمشيها، مش نقطة بنوصل لها، ومش دايما طريقنا هيكون سهل، لكن يمكن محاولاتنا هي اللي بتصنع الفرق. محاولاتنا إننا نلاحظ، نفهم، ونتقبل على قد ما نقدر. ومرة بعد مرة خلال الصراع بين المقاومة والتقبل هنقدر نكمل طريقنا،
وجوانا إحساس بالسلام. الحلقة دي كانت عن التقبل، وإزاي نحاول نتقبل اللي بيدور حوالينا أو جوانا من غير استسلام. لو الحلقة عجبتكم شاركوها مع حد بتحبوه. أنا أسمع وبودكاست أوفرشير. حاولوا تستمتعوا برحلة التقبل، ونشوفكم الحلقة الجاية.